يعني رحت بتسالني بص السؤال بس بتسالني عن نفسي. لو اعرف ان هو موجود مش هروح عشان تبقى انت عارف، وما اعرفش تفاصيل حلقه، واللي فاهمه ان هو حوار. طب يعني اسالني حضرتك الحلقه عباره عن لكن ايه؟ فكره ان هو جاله ازمه مش معنى ان احنا استدعينا الجهاز الطبي. هو وشه احمر وفرهط ناصر بقه على الفاضي، خلي بالك. وقعدت انا ادلك له في صدره كده قبل ما نخش اللي هو مرحله النفق دي يعني. فهو كان في حاله صعبه. هل في من كلام حضرتك اتشال من الحلقه؟ كتير. زي طيب. ابرز حاجه الشتايم. طيب رايك ايه في تصريحات كابتن عبد الناصر الاخيره بزياده القيمه الماليه، وانه بيطالب بص مش رقم، هو بيطالب بزياده القيمه الماليه ان شاء فقط؟ الله يا رب ياخد 50 مليون دولار. انا ما كانش بالنسبه لي في الحلقه دي المهم الفلوس، كان بالنسبه لي في الحلقه دي ان دي نصره من ربنا بعد 3 سنين من الشتائم والسباب والافتراءات. ان الراجل بيجي قدام كل الدنيا، دي نصره من ربنا. قدام كل الدنيا بيقول لك حقك عليا وسامحني وكلام من. وقبل كده حصل ان في نجوم اعلاميين كبار، اسمع للاخر بس، ان في نجوم اعلاميين كبار اتدخلوا للوساطه. وقبل كده حصل